معايا الممبار بتاعي بجد. بصوا يا جدعان، اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. نعمله بقى مع بعض النهارده. عايزه اقول لكم هعلمكم طريقه، وهعلمكم ازاي اللي انتوا تحشوه من الالف للياء، وهعلمكم كمان ازاي تسلقوه. وعايزه اقول لكم اتحدى اي ست مصريه واتحدى اي ست في العالم تعرف تعمله بالطريقه اللي انا هعمله بيها النهارده. بجد لو حد بيعرف يعمله بالطريقه اللي انا هعملها النهارده يكتب لي تحت في الكومنتات، اللي هيتابع الفيديو للاخر ويقول لي اه يا توته انا بعمله زيك وبنقعه زيك والكلام ده كله، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو بتعملوه بطريقه جديده برضو عرفوني انا عملت ايه ولا ايه المحلول اللي انا حاطاه فيه ده. المحلول النقع ده عباره عن ايه؟ عباره عن ليمونتين عصرتهم وسبتهم زي ما هما كده، وحطيت معلقتين 3 دقيق، وحطيت كوبايتين ميه لحد ما غطى كده الممبار بتاعي، وحطيت ملح وحطيت سكر. عايزه اقول لكم محلول النقع ده بيخلي الممبار تحفه. بصوا يعني، ونضفته بقى تحت الحنفيه. عايزه اقول لكم بقى تحفه تحفه تحفه. دلوقتي بقى معايا، دلوقتي بقى احنا بننعم ممبار، بس بنعمل ايه على النار؟ قطعت بصل بقى. الممبار بتقطعي له بصل كتير جدا، يعني بتقطعي 5 6 بصلات كده، ممكن تقطعي اكتر على حسب راحتك. قطعته بقى ايه يعني، ولا كبير قوي ولا صغير، حطيته على النار بالشكل ده. كملوا معايا الفيديو هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بقى بعد ما البصل احمر شويه هننزل بايه؟ هننزل بالصلصه. والدتي هتنزل بيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي على محمد. الصلصه دي انا كنت مفرزاها في الفريزر، عايزه اقول لكم بتقعد بالسنه واكتر وتحفه قوي قوي قوي. هنزل لكم برضو انا بفرزها ازاي، بتقعد معايا بالسنين ازاي. والدتي برضو بتقول لكم على اساس لو انتوا ايه مش هتفصلوا الفريزر مش هيحصل اي حاجه. وهنزل لكم برضو الوصفه، وهنزل لكم برضو الوصفه بتاعتها. هنحط بقى التوابل دلوقتي بتاعتنا عباره عن ايه. دلوقتي بقى ننزل بالتوابل. معانا معلقه بصل بودره على توم بودره، والدتي بتحط اهو بتساعدني النهارده. حبه فلفل اسود بتقول لكم. وايه تاني اللي معاكي؟ ونحط حبه كمون. كمون بقى معلقه صغيره. ونحط يا جماعه حبه بابريكا، عشان يعني ايه لو الصلصه مثلا اللي انت شاكه ان هي ايه مش حمرا قوي، تخلي لك ايه المحشي يبقى حلو. بس عايزه اقول لكم التفريزات اللي انا بعملها بجد في البيت كده بتبقى ريحتها وطعمها حكايه. عايزين مكعب شوربه كده. مكعب ماجي بقى هنحطه دلوقتي. مرقه دجاج، مرقه لحمه، اللي عندك، ما عندكيش خلاص. دلوقتي بقى نستنى لحد ما تتسبك وهنرجع لكم تاني. دلوقتي بقى الخطوه بتاعتنا التانية. معانا الخضره هننزل بيها في طبق غويط كبير كده. الخضره بتاعتنا عباره عن ايه؟ عباره عن كزبره وشبت. بلاش بقدونس، ما بيبقاش حلو في اي خضره، في محشي، في ممبار، في الكلام ده. دلوقتي بقى السر بتاعنا اللي بجد يعني بيخلي الممبار بيطلع زي بره بالظبط، بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى النعناع ناشف. والدتي بتجيب النعناع وساعات بتنشفه، بجد بيبقى تحفه قوي. بصوا استنى دلوقتي هتوريهولكم. بس هنضف منه العيدان والحاجات دي. بصوا بجد عايزه اقول لكم تحفه قوي، بيخلي طعم الممبار في حته تانية خالص. كمان عشان ما يعملش انتفاخ اللي القولون تعب ولا حاجه. وحتى الصلصه احنا ما سبكناهاش قوي، هو تنقي بس انت اللي فيه والحاجات العيدان اللي فيه دي عشان ما يجيش في بق حد يضايقه. طبعا هتقولوا يا جماعه هو الممبار يتحط له نعناع؟ ايوه عادي ممبار، اي محشي تحطيه عادي، يعني تعملوه نعناع عادي مش شرط. اي محشي تحطي فيه نعناع ناشف بجد يعني يعني بيحول الطعم في حته تانية خالص. زي ما والدتي قالت لكم الانتفاخ القولون والكلام ده. هننزل بقى بالرز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كميه رز قد ايه؟ حوالي اللهم صل على النبي 1.5 كيلو رز. انت بقى على حسب كميه الممبار بتاعك، على حسب الكميه اللي عندك. دلوقتي هننزل بيه ونرجع لكم تاني. دلوقتي بقى بعد ما نزلت بالرز قلبيه بايديكي كده او بمعلقه. دلوقتي بقى بعد ما قلبتها كويس قوي والدتي هتنزل بالصلصه. اللهم صل على النبي.
صلوا على النبي دايما واذكروا الله طول ما انتوا بتعملوا اي حاجه. صلوا على النبي تحت في الكومنتات واعملوا لنا لايك وشير كده قمر زيكم. اهم حاجه. بصوا يا جماعه انا مش هحط الصلصه كلها، يعني احط واقلب احط واقلب. شوف بقى هنعمل ايه دلوقتي، هنرجع لكم تاني هنقلبها بس ونرجع تاني. دلوقتي بعد ما قلبنا الرز بالشكل ده هنسيبه بقى يهدى خالص لانه سخن، وهنشوف معانا ايه على النار علشان نحط إيه عشان لما نحشي الممبار. دلوقتي بعد ما الرز بتاعي هدي وغسلت الممبار غسله كويسه قوي قوي، بعد ما عملت بقى ايه المحلول النقعي اللي انا قلت لكم عليه. دلوقتي بقى هعمل ايه تاني هوريكم بقى دلوقتي وانا بحشيه. ناس كتير قوي ما بتعرفش تحشيه، انا هعلمكم النهارده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله كده دايما واحنا بنعمل اي حاجه. بصوا مش عارفه الكاميرا جايبه ولا لا، ثواني اشوف اهو. انتوا شايفين اهو الحته اللي فيها دهن دي بنفتحها بايدينا كده اهو، زي ما انا فتحتها بالشكل ده. تفتحيها كده، بعد كده نقوم ماسكينه كده من فوق بصباعنا اللي هما دول، اللي هما الاتنين دول اهو، بنمسكه كده اهو. بعد كده نقوم عاملين كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو، وتنزلي بقى الرز واحده واحده اهو. مش عارفه انتوا شايفيني ولا لا اهو كده. بصوا بسهوله رهيبه. تاخدوا شويه كده في ايديكم وتعملوا. بصوا كده. بعد كده بتعملوا بايديكم كده بصوابعكم ايه، بصباعكم دول الاتنين دول. نعمل كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو لحد ما ننزل لاخر السقف. ايه يا توته السقف ده؟ السقف ده اللي هو بتاع الممبار اسمه سقف. بصوا بناخد حبه كده اهو في ايدينا، نعمل ايه يلا بسم الله بسم الله. سموا الله دايما كده وصلوا على النبي. صلوا على النبي تحت في الكومنتات واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناه لو مش مشتركين. بصوا مش هنملاه قوي، يعني حاولي دايما ما تمليش البمبار بتاعك قوي لان كده كده اصلا بينزل في الحله بيتملي. اهو عملت معاكم اول سقف ما خدناش وقت خالص، هنعمل بقى التاني وانا مبطئه واحده واحده معاكم عشان تشوفوني. لكن انا الحمد لله اللهم بارك يعني بعرف اعمله على طول. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. السقف قدامكم اهو، ده اسمه ايه سقف اهو قدامكم اهو، مفيهوش اي حاجه ولا فيه اي غلطه. نعمل بقى ايه كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالظبط كده. انت بقى لو عايزه تعمليه كور ممكن ايه بعد ما تحشيه. بصي استني اوريكي الاول بعد كده نتكلم مع بعض اهو. بصي مسكته كده اهو، وهمسك بقى كبشه رز كده اهو، هنزل بقى كده اهو بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دايما احنا بنشتغل نحط صباعنا الاتنين دول جوانا اهو، واللي من فوق نحط بيه اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم يلا. انا بحب اقصه وانا بغسله، يعني بحب ان انا ايه اقطعه وانا بغسله كده عشان مش بحبه كبير، يعني ما بحبوش كبير قوي. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك. بصوا ما مليتوش برضو قوي زي ما احنا ايه قلنا. كمل بقى الكميه بتاعتي كلها ارجع لكم تاني نشوف هنعمل فيه ايه. ودلوقتي بعد ما خلصت الكميه بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، معانا بقى حله على النار فيها ايه. ودلوقتي بقى معانا حله على النار. انا الكميه بتاعتي اللهم بارك اللهم صل على النبي احط لها حلتين مش حله واحده. فانت لو كميتك مش كبيره قوي تحطي مثلا حله كبيره كده وحلوه علشان ما يفرقعش منك. حله حطيت فيها ميه وحطيت فيها طماطمايه 4/4 قطعتها 4/4، وحطيت فيها بصله قطعتها 4/4. عندك جزر برضو بتحط لها بتقطعي 4/4. وحطيت التوابل عباره عن ايه، رشه زعتر وحبهان ورق لورا. زي ما والدتي قالت لكم، رشه زعتر ورشه حبهان ورشه ورق لورا. ودلوقتي بقى نحط مع بعضنا اول ما تنزلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي هيلم منك على طول ميه، بس تكون ميه مغليه. ميه مغليه قوي
الله الرحمن الرحيم. اهو بصوا، بدأتي بقى تنزل واحده واحده. نزلوش مره واحده، اوعي تنزليه مره واحده، تسمعيش كلام اي حد يقول لك نزلي مره واحده. وان شاء الله هيطلع دلوقتي فوق من على الوش كده وهنوريهولك. دلوقتي حطيت الحله بتاعتي التانية برضو، حطيت كله فيها. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. بصوا 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 يا وديتي جماعه، هتوريهولكوا اللهم صل دلوقتي. على النبي اهو. بصوا اهو، بص اللهم صل على النبي، مسك نفسه اهو. شفتي؟ متخافيش من اي حاجه، جربي. مش لازم اللي انت تربطيه. حتى لو تفكي معاكي برضو ما تخافيش، جربي بس ما تكتريش الرز يا حبيبتي. بس ونغطيه بقى. دلوقتي بعد ما الممبار بسم الله ما شاء الله خلص، خد معايا بالظبط نص ساعه. انت بتسيبيه من نص ساعه لحد ساعه الا ربع، لحد ما تشوفي الرز بتاعه. بتطلعي واحده وتشوفيها، لو الرز بتاعها استوى كده كله استوى. دلوقتي بقى هصفيه في مصفى، وبعد كده هنشوف هنعمل فيه ايه. دلوقتي بعد ما صفيناه وشلناه والكلام ده كله، حطيته بقى دلوقتي على النار في زيت، يعني هنقليه عادي خالص، وهنصورلك برضو في الاخر خالص واحنا بنقدمه. دلوقتي بعد ما خلصت الممبار، اللهم صل على النبي اللهم بارك، بجد تحفه قوي 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 قوي. بصوا الحلويات والطعامه تحفه تحفه تحفه. امشوا على كل الخطوات اللي انا عملتها وبجد مش هتندموا من طعمه ولا ريحته. انا بص الحته ديت من كتر ما انا ما قدرتش اقاوم، كنتش عارفه اقاوم بجد. بصوا يا جدعان، بصوا الحلاوه والجمال والطعمه. لو ما عملتولناش اشتراك ووصلتوا معايا لاخر الفيديو، اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اعملوا كومنت قمر كده زيكم، وعرفونا بتسموا الممبار عندكم ايه في بلدكم وبتعملوه ازاي. لو ما عملتوش لايك اعملوا لنا. باي باي.